متابعين الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في احسن حال يا رب. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم وعلينا الايام بخير. خلاص رمضان بيخلص والعيد قرب. عملت معاكم الكحك وعملت معاكم البسكوت، ارجعوا شوفوها بوصفات جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله وسهلة وبسيطة. وهنعمل النهاردة الدهب، ده دهب مش بديفور. بصوا زي ما انتم شايفين ما شاء الله خطير. انسوا اي طريقة تانية عملتوا بيها البديفور. بعد الفيديو ده وبعد الطريقة دي هتبقي محترفة واستاذة في البوديفور. معايا الزبدة بتاعتي بدرجة حرارة المطبخ، تمام كده، او ممكن تحطوها دقيقة واحدة بس في الميكرويف لان انا عايزاها طرية تبقى زي المرهم كده في ايديكم. تمام كده حبايبي. معايا 750 جرام زبدة، ممكن تشيلوا 50 جرام او 100 جرام منها وتحطوا سمنة بلدي، ممكن عادي مفيش اي مشاكل، او ممكن زيت. تمام كده، بس هي اساسها الزبدة. اي نوع زبدة انت بتستخدميه مش هيأثر خالص. بس اهم حاجة هي اكتريتها بتبقى بالزبدة. تمام كده حبايبي. زي ما انتم شايفين لفتها لفتين بحيث ان هي تطرى معايا. ومعايا 200 جرام سكر، المقادير دي لكيلو دقيق. تمام كده حبايبي. زي ما انتم شايفين انا عايزاكم بقى تجربوها بالطريقة دي، هتعجبكم قوي ان شاء الله. هنعملها بالكيس الحلواني. بصراحة كنا من الاول بنعملها بالمكنة، بس المكنة بتعل يا جماعة. مملة جدا بصراحة. الكيس اسهل بكتير. بدأت ضربتها كده باللي هو الويسك، يعني انا غيرت الوش بتاعه وحطيت اللي هو الويسك عشان تتضرب وتبقى فاتحة معايا وهشة. معايا بيضتين وصفار بيضة، وطبعا عليها فانيليا سايلة او بودر. ببدأ اشغل العجان كده على الهادي شوية وابدأ احط بيضة لما بتختفي بحط البيضة اللي بعدها. تمام كده حبايبي. قولولي بقى عملتوا الكحك والبسكوت ولا لسه؟ قولولي في الكومنتات. جبت هدوم العيد؟ يا رب كل ايامكم كلها عيد كده ان شاء الله. معايا بقى كيلو دقيق، انا شلت منه 3 معالق. هقول لكم ليه دلوقتي. تمام كده. هبدأ احط الدقيق، ما بحطش الدقيق مرة واحدة، بحط نص الكمية وارجع احط نص الكمية تانية. بس زي ما قلت لكم في الاول انا شلت منها 3 معالق. تمام كده. حطيت نص الكمية، واول ما اختفت هرجع احط حبة بحبة، لان كل دقيق بيختلف غير التاني. فانت ممكن دي بتاعك ما بيشربش السوائل او بيشرب السوائل على حسب. بس انا لما شلت منه 3 معالق ظبط معايا وتمام. انا هقسم العجين نص فانيليا ونص شوكولاته. انا سيحت معلقه زبده وحطيت عليها معلقه كاكاو خام، بس نخلته عشان الكاكاو بيبقى فيه تكتلات. تمام كده. وهبدأ احطه على نص العجين، والنص التاني بقى فانيليا معايا. لو العجين بتاعكم محتاج دقيق ممكن تزودوا معلقة او معلقتين على حسب الدقيق بتاعكم ما بياخد السوائل. تمام كده. انا هنا حطينا الكاكاو على العجين عشان زي ما بقول لكم هنعمل لها نص ونص زي ما انتم شايفين. بس اهم حاجة اما بحطيت الدقيق في الاول ما بعجنش، مجرد بس ما الدقيق اتلم مع بعضه خلاص وقفت. معايا بقى هنا القمع بتاعي والكيس الحلواني. تمام كده، بس يبقى كيس مشمع. والقمع اللي هو بتاع البيديفور اللي انا بستخدمه ده اللي هو مكتوب عليه 195، بصراحة مدي شكل حلو قوي. بدأت اضغط كده زي ما انتم شايفين ضغطة لتحت وهتديني شكل البدوفرايه. انا هعمل معاكم كام شكل كده وانتوا بقى اعملوا الاشكال اللي يريحكم واللي انتوا عايزينه. بس ده كان بالنسبه لي اسهل عشان عايزه اخلص بسرعه يعني. بس انا كده هخلص بقى معاكم الكميه زي ما انتوا شايفين. هعمل معاكم كذا شكل تاني، وزي ما انتوا حابين بقى اعملوا في اشكال كتيره بقى بتتعمل براحتكم خالص. وربنا يحسن ما بين ايديكم. قولوا لي برضو في الكومنتات انتوا عملتوا ولا لسه ما عملتوش. زي ما قلت لكم عملت معاكم الكحك والبسكوت والسبليه كمان بتزيين هادي ورقيق وعلى قد الايد. زي ما انتوا شايفين كده بقى الصينيه اللي انا خلصتها كان اللي هو الشكل التقليدي بتاع البودفور. الصينيه ديت عملت اللي هو شكل طويل شويه، تحسوا ان هو بلح الشام شويه بس على اقصر يعني، وليها بوز زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. دي الكميه اللي طلعت معايا. زي ما قلت لكم الاشكال بقى دي براحتكم.
تعملوا اللي انتوا عايزينه. وبرضو هنشوف دلوقتي التزيين. انا مشغله بقى الفرن ما بيدخلش على فرن بارد، لا سخنت الفرن على درجه حراره 180 تمام. ولو في مروحه شغلوها، ما بتشغلش الشوايه ولا اي حاجه. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله زي ما دخل زي ما طلع، والتسويه بتاعته خطيره، ما بياخدش وقت معاكم. لفوا الصواني في الفرن تمام كده حبايبي. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله دايب وخطير وريحته خطيره وجميل قوي. انتوا ممكن تجربوا في نص كيلو، جربوه خطير قوي قوي. وكمان اسهل شويه من السابليه، لان السابليه بيبقى عايز دوشه كتير. طبعا احنا بقى طلعنا الكميه ما شاء الله اللهم بارك. وكنت بقى مسيحه شوكولاته دارك وشوكولاته بالحليب وشوكولاته بيضه. ممكن تحشوا بمربى. احنا كنا كل سنه بنعمل بالمربى، بس السنه دي قلنا نغير، نعمل الحشوه بالشوكولاته تمام كده، لان المربى بتخليها تطرى شويه، اما الشوكولاته بتشد وبتخليه زي ما هو مقرمش وبيفضل على وضعه يعني. تمام كده حبايبي. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا له اللايك الجميل اللي زيكم، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني، وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. وطبعا بشكر اي متابع جديد، شرفتوني ونورتوني في قناه المتواضعه. زي ما انتوا شايفين ماما ربنا يديها الصحه والعافيه. هنا بقى ايه تقول لي التزيين ده لعبتي، هي اصلا ما شاء الله عليها ربنا يديها الصحه، يعني هي طول عمرها بتعمل الحلويات اصلا للعيله كلها مش لينا احنا بس. ربنا يديها الصحه والعافيه ويخلي لكم كل الناس اللي بتحبهم في حياتكم. زي ما انتوا شايفين كل اتنين كده يعني عملت بقى اشكال، تاخد واحده بيضه وواحده من الشوكولاته وتلزقهم في بعض وتحط الشوكولاته من فوق. التزيين بقى براحتكم. معانا مكسرات، معانا وبسكوت كنت كمان مكسراه كده نص تكسيره، وده جوز محمصاه من غير اي حاجه على النار كده في مقلايه، بتلفوها لفه كده يتحمص معاكم من غير زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. هو بيطلع زيوت وبيتحمص منه فيه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. دي الكميه بقى اللي معايا. وايه رايكم في التزيين؟ هو بصراحه بياخد وقت شويه، بس هقول لكم هو اسهل من السابليه بيبقى كمان اصغر من كده ودوشه شويه. ان شاء الله نبقى نعمله مع بعض قريب تاني باذن الله بالتزيينات الجديده ان شاء الله. بس انا هستنى رايكم في فيديو النهارده، وقولوا لي بقى ده دهب ولا مش دهب. ده عيار 24 مش 21 كمان. فاستنى رأيكم في فيديو ايه النهاردة. بصراحة كان خطير، طعمه خطير يا جماعة بجد، دايب وريحته مش عايزة اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك. طبعا ما زيناش كله بصراحة، يعني انا زينا حبة وسيبنا الباقي سادة، لان احنا اكتر بنحبه سادة بقى مع الشاي وكده. في العيد بقى بنبقى الشاي واللبن، ونفطر بقى كحك وبسكوت طول العيد. ربنا يجعل كل ايامكم عيد وسعادة وهنا وراحة بال، اللهم امين. وكل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له يا رب. هستنى رأيكم في فيديو ايه النهاردة، وما تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.